طب ما هي الحمد لله ان هي جت في كده يا جماعه، انت بتلعب بموديست وطاهر محمد طاهر وعندك غياب 12 لعيب، فده انا شايف نتيجه كويسه، نتيجه كويسه جدا. انت معاك راجل مسن عنده 38 سنه، وبعدين الاستاذ امير توفيق اللي راح جاب موديست ده، يعني انت شايف ان الموضوع مستاهل؟ انت شايف انا بص مثلا قاعد شاب اهو، قاعد تعبان، انا منهك على فكره والله، انا طول اليوم ببقى شقيان وبطلع عايز اتفرج على كوره، عايز اشوف الاهلي الحاجه اللي بحبها، ليه تجبرنا على لعيب عنده 40 50 سنه؟ يعني ده الراجل اتقدم له دخله، انا اقسم بالله قلت الاهلي جايب لوكا مودريتش وشاي وقهوه والقاهره وقاعد في وسط البلد، حاجه يعني قلت عظمه. ده يعني يا جماعه ده جازتنا ان احنا بنشجع النادي الاهلي تجيبوا لنا مهاجم زي ده؟ وبعدين ايه سر ان هو يقعد 85 دقيقه في الملعب ليه؟ طيب يا كولر انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ يا عم انت مدرب جامد جدا، بس انت شايف فيه ميزه مثلا احنا مش شايفينها ليه؟ طيب يعني انا كهربا قاعد بره، ما نزلش كهربا ليه من بدري؟ الاخ بقى طاهر محمد طاهر ده، يعني انت مش عارف عايز ايه مننا، انا مش عارف في ايه يا عم طاهر. يعني انت بتلعب مثلا بتلعب في مستشفى؟ ايه التناكه اللي انت فيها دي؟ ايه الروقان ده؟ ايه الهدوء ده؟ الاهلي بقى لولا مصطفى شبير ما كانش الموضوع عدى على كده، ما كناش خلص الصراحه تعادل. انا شايف ان مصطفى شبير اهم النهارده حارس مرمى موجود في مصر. واحد هيقول لي يا عم عشان ماتش، لا، من نهائي افريقيا مع الوداد وانا شايف ان مصطفى شبير في شخصيه النادي الاهلي، في كاريزما النادي الاهلي، الراجل عملاق بجد. ببقى عايل، انا شايف ان شاب صغير قاعد بيتكلم محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ويزعق على علي معلول، شخصيه. هي يا جماعه بصوا، انا على طول مقتنع بحاجه، ان انت يكون عندك الشخصيه اهم من الموهبه. يعني انا بقول لك اهو والله، لان ياسر ابراهيم يا جماعه، شوف ياسر ابراهيم ما عندوش موهبه، عنده شخصيه قوي، رجوله في الملعب، عنده اصرار وعزيمه. وعلى سبيل المثال لو اتكلمنا على الشناوي قبل ما يجي النادي الاهلي، الشناوي كان جون اقل من العادي، اقل من العادي، انما هو عنده شخصيه، عنده كاريزما، قدر يوصل لشخصيه النادي الاهلي بسرعه، وده بان على اداء الشناوي. الشناوي قبل ما يجي الاهلي يا جماعه كان جون خرم يعني بالعربي كده خلينا متفقين، كان جون خرم والله. النهارده الشناوي ما شاء الله هو رقم واحد، وهو يعني جون مصر الاول يلين. والله العظيم اقسم بالله انا مش بجامل مصطفى شبير، مصطفى شبير من وجهه نظري انا شايفه ان هو هيبقى جون مصر الاول. عشان كده انا كنت مستغرب ليه مجلس اداره النادي الاهلي كان بيحاول يجيب حارس مرمى وهو عنده، انا شايف بقى حارس مرمى عملاق. ومن وجهه نظري ان مصطفى شوبير هيبقى من اهم حراس المرمى في افريقيا ومش في الاهلي بس. رسالتي بقى للناس اللي بتتابعني على بره، ان احنا بنتكلم في محتوى كوره والكلام ده كله، احنا عمرنا ما ننسى اخواتنا ولا هننساهم، ربنا يكون في عونهم ويثبتهم. ورسالتي اللي بوجهها لاخواتي على طول، ادعوا لهم، الناس كلها تدعي لها في صلاتها في وقتها العادي، في كل ما تفتكر ان في ناس دلوقتي محاصرين بيحصل فيهم اللي بيحصل، لا اتمنى ان انت تكون بتدعي لهم، لان مهما احنا بنعمل مش هنقدر نوفيهم 1% من اللي هم بيعملوه عشاننا احنا. تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا اي محتوى بيساعد اخواتنا هناك، حتى لو يعني حتى لو بيتكلم بيجيبها كده من العربي كده، يعني لو بيجيبها من المتغطي، لان انتوا عارفين المنصات دي بتعمل ايه. انا اتخذت قناه اليوتيوب، اتمنى ان الناس تنزل تعمل بحث في اليوتيوب وتكتب الكوره مع فريسكا، عشان عملت قناه جديده. اتمنى من اخواتي ان هم ينزلوا يعملوا اشتراك عشان بنحاول نجمع ال1000 مشترك. بعد الحمد لله كان عندنا 8000 وحاجه راحوا، كل ده طبعا في ده اخواتنا فضل من ربنا الحمد لله. اتمنى الناس تنزل تعمل بحث على اليوتيوب، وانا برضه هسيب لكم لينك القناه على التيك توك وعلى الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله ربنا يخلف على اخواتنا قبل ما يخلف علينا احنا. السلام عليكم.